بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا وقلوبنا. اللهم ارزقنا بيانا وفصاحة وبلاغة وقبولا. أما بعد، فاستكمالا لما بدأناه في شرح ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى على علل الترمذي الصغرى، آخر حديث أورده أو استدرك به ابن رجب على الإمام أبي عيسى محمد ابن عيسى بن ثورة الترمذي رحم الله الجميع. حديث قبل أن يذكر هذا الحديث الأخير قال ابن رجب قال: والطحاوي الإمام المصري كان يتفقه بمذهب الإمام الشافعي، ودرس على تلميذ الشافعي المزني الإمام المزني، ثم تحول إلى المذهب الحنفي، واسمه أبو جعفر أحمد ابن محمد ابن سلامة. أحمد ابن محمد ابن سلامة الحجري المصري الطحاوي الحنفي. الطحاوي نسبة إلى طحا من بلاد الصعيد. له كتب أشهرها شرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار، متن العقيدة الطحاوية التي شرحها ابن أبي العز. قال الطحاوي: الإجماع على ترك قال الإمام ابن رجب الطحاوي: من أكثر الناس دعوى لترك العمل بأحاديث كثيرة. كثير ما يذكر الطحاوي في كتبه أن هذا الحديث مثلا لم يجري العمل به، فبيكثر من هذه الدعوة. وعامة هذه الأحاديث التي ذكرناها في مواضعها من هذا الكتاب مع بسط الكلام عليها، فمن أراد الوقوف عليها فليتتبعها من مظانها من الكتاب. ثم قال: وقد ذكر للثوري ما روي عن عمر قال: من لم يدرك الصلاة بجمع مع الإمام فلا حج له. أنا بحثت عن هذا الحديث فلم أجد في حدود ما عندي من مراجع، حتى رجعت إلى مسند عمر للحافظ ابن كثير وغيره من الكتب فلم أجد هذا القول عن عمر رضي الله عنه، بل وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث أخرجه الترمذي. الصوت كويس؟ السلام عليكم. في حديث أخرجه الترمذي وغيره من مسند عروة ابن مضرس ابن أوس بن حارثة، عروة بن مضرس ابن أوس بن حارثة بن لا الطائي، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمزدلفة. مزدلفة موقف يذهب إليه الحاج بعد وقوفه بعرفة، بعد ما يندفع الحجاج من عرفة
عند غروب شمس يوم عرفة حتى تغرب الشمس جيدا، فيندفع في اتجاه موقف يقال له المزدلفة. انتوا حرانين عاوزين المراوح دي ولا ايه بالظبط؟ طب ما حد معلش يوقف لنا تعرف الجو حر؟ طيب خلاص خلاص ماشي. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة. لما بتندفع من عرفة دون أن تصلي المغرب في عرفة بتروح المزدلفة وتصلي إن استطعت مع الإمام المغرب والعشاء جمع تأخير. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصليهما بأذانين، بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين جمع تأخير، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى صلاة الفجر. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام هذه الليلة، بل صلى المغرب والعشاء ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم على شقه الأيمن حتى أذن للفجر، فصلى الفجر وانتظر حتى أسفر جدا، الجو أسفر، ثم بعد ذلك اندفع هو والمؤمنون إلى منى ليرمي جمرة العقبة. هنا يقول الراوي يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طيء، إني جئت من جبلي طيء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه. في حبل وفي جبل، الحبل هو مجتمع الرمال، الجبل الذي يتكون من رمال يسمى حبل، والذي يتكون من غير ذلك يسمى جبل. فهل لي من حج؟ هو وصل بالليل أو وصل عند حين خرج إلى الصلاة، يعني خرج إلى صلاة المغرب أو العشاء أو الاثنين معا، وصل ليلا. هل لي من حج؟ يعني مثلا أدرك عرف ليلا ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه، يعني صلى معنا المغرب والعشاء ووقف معنا حتى ندفع، وقف في المزدلفة، أدرك بعد ما صلى بقى في المزدلفة وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، يبقى فقد أتم حجه وقضى تفثه، قضى منسكه. الحج عرفة، أدركت ساعة من ليل أو نهار في وقوف عرفة، ثم أدركت الصلاة بجمع وهي المزدلفة، فقد أتممت حجك. قال
قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، حديث ظاهر سنده الصحة، لأنه من رواية سفيان بن عيينة. الأول قال حدثنا ابن أبي عمر العدني المكي قال حدثنا سفيان. إذا روى ابن أبي عمر عن سفيان فهو سفيان بن عيينة. لما؟ لأنه متخصص، هو راوية سفيان بن عيينة. ابن أبي عمر ده حج حوالي 80 حجة، فإذا قال حدثنا سفيان فهو سفيان ابن عيينة. سفيان بن عيينة بيقول عن داود ابن أبي هند وإسماعيل ابن أبي خالد البجلي وزكريا ابن أبي زائدة، 3. سفيان بن عيينة روى هذا الحديث عن 3. ال3 قالوا عن الشعبي عامر ابن شراحيل. الشعبي اسمه عامر ابن شراحيل من التابعين المشهورين بالعلم، يقول ما كتبت سوداء في بيضاء ليدلل على قوة حفظه. كان يحفظ ولا يكتب. عن عروة بن مدرس يروي عن التابعين عن الصحابة، وعروة بن مدرس هذا صحابي، فهذا سند قوي جدا يدلل على أن اعتبار الوقوف بعرفة والصلاة بجمع من أركان الحج عند كثير من أهل العلم. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن بعض المطوفين التجار بياخدوا الحجاج المصريين وغيرهم، وغالبا المصريين لأنهم غلابة ما يعرفوش حاجة، كل واحد محوش وجاي عشان إيه؟ يحج حجة الإسلام، والله أعلم حج تاني ولا لا. يروحوا واخدينهم من عرفة وطالعين على منى على طول. قليل من طلبة العلم اللي فاهمين شرطية أو ركنية الوقوف بالمزدلفة، فيروح يقفوا ويبيتوا تلك الليلة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لأحد أن يندفع من المزدلفة إلى منى إلا الضعفاء من النساء والأطفال، وكان منهم ابن عباس رضي الله عنهم، فاندفعت مع الضعفاء أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وغيرها. ولم يأذن للضعفاء إن هم لما يروحوا يرموا الجمرة، وإن كانت أسماء فهمت ذلك، إنما جمهور أهل العلم على أن رمي جمرة العقبة يكون يوم العيد ضحى، يكون يوم العيد إيه؟ وقت الضحى، بعد الضحى، بعد ما الشمس بقى تشرق ويصير وقت الضحى، بعد هذا الوقت يبتدوا يرموا جمرة العقبة. فركنية الوقوف بعرفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، فنسب الحج كله إلى عرفة تأكيدا لركنية هذا الموقف. طيب، هنا يقول ابن رجب أن من ضمن الأحاديث التي لا يؤخذ بها حديث من لم يدرك الصلاة بجمع مع الإمام فلا حج له. وقال الثوري، نقل عن الثوري قد جاءت أحاديث لا يؤخذ بها. جمع هنا المزدلفة. من قال أن الوقوف بالمزدلفة ليست بركن اعتمد على أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفاء أن لا يقفوا بالمزدلفة،
ولذلك بعض المطوفين زي ما قلت بيعتبروا ان مرور الاتوبيس بس كده بالمزدلفة ده وقوف ولو قليل. خلاص انت وقفت شوية من الليل اثناء مرور الاتوبيس بالمزدلفة، فتحولت من الركنية الى الشرع وقالوا انها واجبة، وان اللي ما بيقفش في المزدلفة يبقى عليه دم ان كان متعمدا، يبقى عليه، ويبقى ليس عليه شيء ان كان جاهلا على الاصح او ناسيا او مخطئا، يعني رفع العذر عنه. طيب، ثم انتقل بعد ذلك ابن رجب الحنبلي، نقل كلام الترمذي في علله الصغير، انتقل إلى باب آخر. هذا الباب كان كثير من أهل العلم القدماء لا يصنفون مصنفا ولا ينقلون عن مصنف أو مصنف إذا كان بينقلوا عن كتاب إلا بعد أن يذكروا سندهم لهذا الكتاب، عشان تعرف ان هو درس الكتاب، ما بينقلش كده اعتباطي او بينقلش كلام الناس في هذا الكتاب من دماغه. بيقول لك انا سندي قال لي فلان عن فلان كذا، وقال لي فلان عن فلان كذا، ذكر اسانيده في هذا الكتاب. فقال الترمذي رحمه الله تعالى، قال ابو عيسى الترمذي رحمه الله: وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء، أقوال الفقهاء واختياراتها، ما ذكرناه في هذا الكتاب من هذه الاختيارات أو هذه الأقوال الراجحة عند أهل العلم وأهل الفقه. فيقول: فما ذكرنا من قول سفيان الثوري، أي شيء بننقله عن سفيان الثوري فمعظمه فأكثره ما حدثنا محمد ابن عثمان الكوفي، محمد بن عثمان بن كرامة الكوفي. هذا الرجل كان وراقا لشيخه، شيخي في هذا الكتاب هو عبيد الله ابن موسى ابن أبي المختار العبسي، بازام العبسي. عبيد الله ابن موسى ابن أبي المختار، أبو المختار اللي هو جد عبيد الله هذا اسمه بازام العبسي، كان شديد التشيع. شيخ الترمذي عبيد الله ابن موسى هذا كان شديد التشيع، وثبت تشيعه وهو مذكور في كتب الشيعة المعتمدة حتى في هذا العصر. فإذا رأيناه قد روى شيئا يدلل على بدعته ويدعو إلى بدعته فهو غير مقبول. حتى أن المحقق كتاب تهذيب الكمال للمزي قال فيه: قد أخرج له الشيعة في كتبهم المعتمدة وعدوه من أصحاب الصادق، محمد بن جعفر الصادق الذي يروي عن أبيه محمد الباقر، جعفر الصادق الذي يروي عن أبيه محمد الباقر، يروي عن أبيه علي ابن علي زين العابدين، يروي عن أبيه الحسين ابن علي عن أبيه علي. ده عند الشيعة. المهم خلينا في شيخ الترمذي الذي في حال ذكر الترمذي لقول من أقوال الثوري سفيان الثوري فهو منقول إليه. حاولوا يا أخوانا، أنا بتكلم كلام، هذا الكلام في كتب من كتب الإسلام الدين بتاعنا، إحنا نحاول نفهم هذا الكتاب حتى وإن وجدنا فيه صعوبة، لأن ده ديننا مناش غيره. إن وجدت صعوبة في الكلام أحاول أبسط أكتر. أنا بوريكم إزاي أعداء الإسلام فعلوا بنا حتى غربونا. مش جو حرب،
يا مولانا مش جو حر؟ طب ما تيجي هنا معانا في التراوة. خلعت انت وسبتني انا هنا. ماشي. المهم الناس دي غربونا عن ايه؟ عن ديننا. خلاص ما بنقبلش من ديننا غير كلمتين او 3 كلمات. بل ايه؟ دين السماحة، دين الاخلاق، ربنا رب قلوب، اهم حاجة القلب، عموميات وكلام لا معنى له ممكن تنزله على جميع الأديان. ما فيش أي نوع من أنواع الخصوصية، بحيث أن أنت تتبين أن هذا الكلام متعلق ومنوط بدين الإسلام. قعدوا يغربوا فينا 200 سنة من أيام محمد علي لما بعت البعوث. الأول قعد نابليون بونابرت يقتل في علماء الأزهر الحقيقيين. كل يوم كان بيقطع رقبة 5 من علماء الأزهر ويمر بيهم في الطرق. ما فعل في البوسنة والهرسك فعل في مصر والقاهرة في عهد نابليون، اللي بيقول عليها فاروق حسني بداية التطور والنهضة. ولما البغايا اللي هم بيتاجروا بأعراضهم مقابل المال عملوا مظاهرة علشان عاوزين ايه؟ الحرائر يتاجروا مثلهم. قالوا أول ثورة لتحرير المرأة. كتب لويس عوض اللي كان مسؤول عن ثقافة الأمة المصرية في هذا العصر، وخرج من معطفه كل المارقين عن ملة الإسلام. واقرأوا إن استطعتم كتاب أباطيل وأسمار للشيخ محمود شاكر، كتاب عظيم في هذا الأمر. كنا أمة نقرأ، أمرنا الله عز وجل بالقراءة، وللأسف أصبحنا لا نستطيع أن نصبر على قراءة رسالة قصيرة في أمر ديننا. خلاص يعني حتى ما بنسمعش ولا بنرى إلا يعني القليل. فنرجو أن تصبروا قليلا. كل واحد، الناس دي كانت متعودة، الناس اللي هم مشايخنا الكبار، مشايخ الإسلام في القرون الفاضلة وما بعدها، كانوا يعتمدون على النقل في جميع العلوم، تجريبية أم علمية بحتة. تجريبية يعني يقول لك لو كتب الطب حدثني فلان عن فلان إن لو حطينا المادة الفلانية عن المادة الفلانية يطلع دواء مفيد لكذا وكذا. وصنفت الكتب الخاصة بالعلوم التجريبية بطريق النقل. تميزت هذه الأمة بالنقل، مفيش كلام من الدماغ. ولذلك الترمذي بدأ كتابه بإثبات من نقل عنهم أقوال الثوري كما سيأتي، فيقول ما قلته عن الثوري فأنا أخذته من واحد اسمه محمد بن عثمان ابن كرامة مولاهم العجلي، مولاهم يعني نسبته لهذه القبيلة عن طريق الولاء وليس عن طريق النسب. أبو جعفر كوفي، كان وراقا بيكتب لشيخه عبيد الله ابن موسى. طيب هذا الرجل اللي هو محمد عثمان بن كرامة هذا ليس له في البخاري إلا حديث واحد. الحديث ده قلب الدنيا عند أهل الحديث. يعني الحديث ده مش قابلينه
من الناحية الأصولية ومن ناحية قواعد المصطلح، ولكن هيبة الصحيح وقفت أمامهم. إيه هو الحديث ده؟ الحديث ده ذكره المزي في تهذيب الكمال، كتاب تهذيب الكمال، وقال عقبه: وليس له عنه في الصحيح غير هذا الحديث. عن البخاري يعني، البخاري ليس له عن هذا الرجل محمد بن عثمان بن كرامة غير هذا الحديث، وهو من غرائب الصحيح، مما تفرد به شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. الحديث رواه محمد بن عثمان بن كرامة عن خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي هريرة، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. إيه هو الحديث؟ لفظ الحديث طبعا كلكم عارفين. قال محقق تهذيب الكمال في حاشيته: وألفاظه منكرة لا تشبه كلام النبوة والله أعلم. لسه هجيب لكم كلام الذهبي على هذا الحديث، شمس الدين الذهبي. لفظ الحديث هو حديث قدسي: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذانني بالحرب، أعلن علي الحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش، ورجله التي يمشي عليها، فلئن سألني عبدي لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. أخرجه البخاري. قال الحافظ في الفتح: أنا ما قلتش ولا كلمة من عندي، أنا بنقل لكم كلام أهل العلم، عشان ما تقولوش الراجل ده هيبوظ لنا شوية المعلومات اللي عندنا. أنا بنقل لكم كلام أهل العلم. الحافظ شارح صحيح البخاري قال في الفتح: وساق الذهبي، بينقل كلام الذهبي. الذهبي قال الكلام ده فين؟ في كتاب اسمه ميزان الاعتدال، إمام كبير من شيوخ الأمة العظام في الجرح والتعديل والرجال وغيرها. له كتب عديدة، منها تهذيب الكمال في حوالي 36 مجلد أو 35 مجلد. له كتاب كبير برضو أيضا اسمه سير أعلام النبلاء، حوالي 25 مجلد. له تاريخ الإسلام بحوالي برضو 30 مجلد أو أكثر. له كتب كثيرة جدا، منها ميزان الاعتدال في 4 مجلدات كبار، ومنها كتاب المغني في الضعفاء مجلدان كبار. له كتب كثيرة. قال الذهبي في الميزان بعد في ترجمة محمد بن مخلد، في ترجمة خالد بن مخلد القطواني هذا، بعد أن ذكر قول أحمد قال في هذا الرجل: قال له مناكير. وقول أبي حاتم أيضا قال فيه لا يحتج به. وأخرج ابن عدي في ترجمته في الكامل 10 أحاديث من مناكير هذا الرجل، منها هذا الحديث. وقال الذهبي: هذا حديث غريب جدا، لولا هيبة الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد، وذلك لغرابة لفظه، ولأنه مما ينفرد به شريك وليس بالحافظ. ولم يروى هذا المتن إلا بهذا الإسناد
ولا خرجه من عدا البخاري، ولم يخرجه مسند أحمد. حديث لم يرويه أصحاب الكتب الستة إلا البخاري، ولم يرويه الإمام أحمد، وتفرد به الرواه من بداية شيخ البخاري حتى التابعي. والذي روى عن التابعي هو عطاء بن يسار، الذي رواه عن التابعي هو شريك بن عبد الله بن أبي نمر. شريك بن عبد الله بن أبي نمر لم يكن حافظا، وكان صدوقا، إنما كان يخطئ ويهم، وخالف جميع من روى حديث الإسراء والمعراج. لم يذكر أحد في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه إلا شريك هذا. وكلمة فصل في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم وجميع المخلوقات من البشر لم يروا الله، لم يرى أحد الله في الدنيا، لا رؤيا منام ولا رؤيا بصرية. وكل ما ثبت عن ابن عباس كما جاء في صحيح مسلم أنه رآه في نومه أو بقلبه، هذا محض اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنه، أخطأ فيه وخالف كل المفسرين في ذلك. نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا من حيث العقيدة، عشان ما يجيش واحد يضحك عليكم ويقول لكم ده هو ايه موسى ما رأوش وهو رآه، وتبنوا عليه عقيدة معينة. لم يرى أحد، لا تدركه الأبصار سبحانه، لم يرى أحد الله عز وجل في الدنيا. كونوا عارفين هذا الأمر، علشان بيدخل على بعض الناس الذين يقولون بالفناء، ويقولون بوحدة الوجود، ويقولون بالحلولية، وبعض دراوشة الصوفية وغيرهم يقولون بهذا القول أو ظاهر قولهم هذا، ويرجع في ذلك إلى مدارك السالكين لابن القيم رحمة الله عليه. هذا بالنسبة. نعم. ربنا سبحانه وتعالى ربنا الحارس في الجوان سيدنا موسى قال الله تبارك وتعالى ربي أرني أنظر إليه، قال له انظر إلى الجبل فإن استقر. قال لن تراني قبليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قيل أنه ظهر موضع إصبع، مجرد موضع إصبع من ظهوره، قيل في بعض الروايات. شيء أعظم خلقة، أعظم حاجة ربنا سبحانه وتعالى يعني جعلها للإنسان هي رؤية الله سبحانه وتعالى. دي أعظم ما يتمتع به أهل الجنة. نعم. ما علينا. المهم احنا ايه بنذكر، يعني كل ما نمر بواحد أو راو أو غير ذلك بنذكر أشهر ما قيل في هذا الرجل. اتفضل. نعم. ايه عن ايه؟ ماله اخوه؟ لا ينبغي. هو يعني هو حديث اختلف فيه اهل العلم، واخد بال حضرتك؟ يعني ما يجوز ان نبني عليه عقيده، ما يجوز ان نبني عقيده على حديث اختلف فيه اهل العلم، واخد بال حضرتك؟ يعني العقيده تبنى على الكتاب والسنه الصحيحه والاجماع وقياس الاولى، مش كل قياس، واخد بالك؟ فلا بد ان بالنسبه للسنه ان تكون صحيحه، واخد بالك حضرتك؟ ما يكونش حديث مداره على شيخ قال فيه اهل العلم لا يحتج به، واخد بالك؟ ولذلك
البخاري لما ذكر هذا الحديث لم يذكره في باب الصفات. لو كان عند البخاري هذا الحديث صحيحا كان ذكره في باب الصفات، إنما ذكره في ماذا؟ بوب بابا وذكر فيه قال باب التواضع، باب التواضع. فترجمة البخاري من أهم الأشياء التي يستدل بها على فقه البخاري، واخد بال حضرتك؟ فلو كان زي مثلا هتدخلونا في حديث وتدخلونا في مشاكل، وانا اللي دخلت نفسي في المواضيع دي. اللي في حديث في الشفاعة، الحديث ده في آخره قال أبو سعيد الخدري قال فيخرج أقواما من النار من غير عمل عملوه ولا خير قدموه. ناس ما عملوش عمل خير أبدا، تفرد بهذه الزيادة من تفرد، خالف حديث أبو هريرة، ما فيش في حديث أبو هريرة هذه الزيادة. استدل بهذه المشكلة، مش في الحديث بقى، المشكلة في الاستدلال بالحديث. جه قوم قالوا ان الكفار هيجي عليهم وقت يدخلوا الجنة، وراحوا مستدلين بهذا الأمر. نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن الزركشي هذا القول، ونقل غيره في كتاب له أن النار أبواب النار هيأتي عليها وقت وهي إيه؟ تتفتح وتقفل ما فيهاش حد، وهو خلاص. وأولوا آيات التأبيد في النار والخلود في النار والأحاديث التي قيل في ذلك بناء على هذا الاستدلال، وبنى عليه طائفة من المرجئة الذين يؤخرون الأعمال ولا يعتبرون الأعمال في دخول الجنة ولا في الإيمان. قال والدليل على ذلك أن الأعمال لا اعتبار لها، أن الله عز وجل سيدخل أقواما بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فعدم الفهم الصحيح للحديث أو اعتبار الأحاديث التي أنكرها المتخصصون اعتبارها في العقائد أدى إلى مثل هذه المفاهيم. المهم أنا عاوز يعني أقول لكم أن الشيخ الترمذي اعتمد في أقوال الثوري على محمد بن كرامة، محمد عثمان بن كرامة هذا رواه عن عبيد الله ابن موسى. في هذه الأقوال يحتمل مثل هذه الأسانيد، لأنه ما بينقلش عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما يجي ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم بندقق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لابد فالأصل كما ذكرنا قبل ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الضعف حتى يتبين لنا أو تتبين لنا الصحة، والأصل في حديث الصحيحين الصحة. وأصح كتابين بعد كتاب الله هم البخاري ومسلم، إلا ما تتبع أهل النقد الصحيحين في بعض الأحاديث القليلة بالنسبة
لجملة أحاديث البخاري ومسلم، ومنهم هذا الحديث. من هذه الأحاديث التي المنتقدة هو هذا الحديث. فاحنا ايه عشان ما تقولش الراجل ده بيضعف حديث في البخاري او بيضعف حديث في لا، لان ايه ابى الله عز وجل ان تكون العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعصمة رفعت، العصمة لله فقط. فكل ابن آدم خطاء، وجل من لما يكون واحد عمل لنا 7000 حديث في كتاب، 7000 حديث في كتاب، ويخطئ في 100 حديث من 7000، وبعض الأخطاء ممكن تجاوزها وممكن تداركه ويكون الحق معه هو، فده شيء عظيم جدا. كفى الإنسان أن تعد معايبه. طيب، بيروي عن سفيان الثوري يقول أيضا: ومنها ما حدثني مكتوم ومنها ما حدثني مكتوم أبو الفضل. مكتوم أبو الفضل ده اللي هو مكتوم ابن العباس المروزي، مكتوم ابن العباس أبو الفضل المروزي الترمذي، غيره نسبته الترمذي غير الترمذي صاحب الايه يعني، ده شيخ الترمذي. يروي عن محمد بن يوسف الفريابي، محمد بن يوسف ابن واقد ابن عثمان الفريابي، شيخ البخاري وهنا شيخ الترمذي، وهو في الطبقة الثانية من الرواة عن الثوري. الطبقة الأولى أعظم الذين رووا عن الثوري: يحيى بن سعيد القطان، وكيع بن الجراح، عبد الرحمن ابن مهدي، أبو نعيم الفضل بن دكين، دول في الطبقة الأولى. يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح وعبد الله بن المبارك وأبو نعيم اللي هو الفضل بن دكين. الطبقة الثانية اللي هم محمد بن يوسف الفريابي وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي وقبيصة ابن عقبة وعبيد الله بن موسى هذا، وأبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله ابن الزبير. هم دول أقل من الطبقة الأولى. أثبت الطبقة الثانية بيخطئوا في حديث الثوري. هنا مجال الخطأ ده في أقوال الثوري مش في حديث النبي، فيحتمل منهم هذا. ثم انتقل بعد ذلك بيقول: وما كان فيه من قول مالك بن أنس إمام دار الهجرة صاحب المذهب، أي ما سوف أنقله لكم من أقوال مالك بن أنس، فأكثره ما حدثني به إسحاق بن موسى ابن عبد الله بن موسى ابن عبد الله ابن يزيد الأنصاري الخطمي أبو موسى، جده أو جد جده عبد الله بن يزيد هذا أحد صغار الصحابة المشهورين. في هناك عبد الله بن زيد صحابي غير عبد الله بن يزيد. عبد الله بن زيد اللي هو رأى الأذان، وعبد الله بن زيد ثاني الذي حدث بحديث الوضوء في صحيح البخاري وله أحاديث أخرى. الاثنين عبد الله بن زيد وعبد الله بن زيد الاثنين أنصاريين، والاثنين كنيتهم أبو محمد، غير عبد الله بن يزيد اللي هو الصحابي الصغير. الصحابي الصغير ده هذا كان يتولى الكوفة لابن الزبير أيام ولاية ابن الزبير. قال: فأكثر أقوال مالك
ما حدثني به إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن بن عيسى القزاز الأشجعي مولاهم أبو يحيى المدني عن مالك. معن بن عيسى القزاز قال أبو حاتم الرازي هو أثبت من يروي عن الإمام مالك بن أنس له كتاب الموطأ. كتاب الموطأ هذا عشان بس تعيشوا العصر، ما كانش ايه بقى الامام مالك ما الفوش وراح وداه دار نشر وطبعوه وبتاع وراح ايه موزعه على الايه على التلاميذ، لا، انما كان بيقولوا من حفظه. في بدايه حياته كان يقوله، يقرأ من كتابه فيقول للتلاميذ تكتب هذا، كل واحد يكتب له نسخة، كل واحد يكتب له ايه نسخة، وبعدين يروح بلد تانية يقرأ عليهم الموطأ. الإمام مالك يروح بلد تانية يقرأ عليهم الموطأ، أو يأتيه أقوام من بلاد أخرى في وقت آخر فيقول لهم برضو الموطأ ويزيد أو ينقص، لأن هو إيه يعني عنا له شيء معين في الفقه فيزيد أو ينقص. فجاءت إلينا موطئات، موطأ عبد الله بن وهب، موطأ محمد بن الحسن الشيباني، موطأ يحيى بن يحيى الليثي، موطأ أبو مصعب، موطئات حوالي 8 أو أكثر، في مطبوع منها حوالي 8 أو أكثر، والله تعالى أعلى وأعلم. فيها اختلافات يسيرة، فمن ضمن هذه الموطئات موطأ معن بن عيسى القزاز. يقول أبو حاتم الرازي هو أفضل من روى عن مالك، ده في رأي مين؟ أبو حاتم الرازي. يحيى بن معين يقول عبد الله ابن يوسف التنيسي أثبت من يروي عن مالك. عبد الله بن يوسف التنيسي ده كان في تنيس، قلنا في قرية كانت قدام دمياط وغرقت. وقال في قول آخر عبد الله بن مسلمة القعنبي يقول وما كان فيه من أبواب الصيم فأخبرنا به أبو مصعب المدني عن مالك بن أنس. وبعض كلام مالك ما أخبرنا به موسى بن حزام المروزي قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك، فهو روى عن مالك أقوال كثيرة، بعضها رواه من طريق تلميذه معن بن عيسى بواسطة إسحاق بن موسى، وبعضها رواها عن تلميذه أبو مصعب، وبعضها رواها عن موسى بن حزام. عدة تلاميذ لمالك نقل منهم الترمذي أقوال مالك بهذا الكتاب. ثم انتقل بعد ذلك لأقوال عبد الله ابن المبارك. كل أقوال ابن المبارك رواها عن طريق واحد اسمه أحمد ابن عبده الآمولي، روى عن طريق أحمد بن عبد الآمولي عن جميع تلامذة عبد الله بن المبارك. الآمولي نسبة إلى آمل، دي قرية شرق جيحون. عارفين جيحون؟ وانت جاي من بخارى كده وهتمر بمرو تبقى على ايدك اليمين آمل، وعلى ايدك الشمال فرب. ده اذا انت لو جيت من الطريق جيت دائري بقى يبقى عليه العوض. في آمل، معلش اسمع، جايز ربنا سبحانه وتعالى دينا بنتكلم. آمل دي في 2 آمل، واحدة في طبرستان منها الطبري أبو جعفر ابن جرير، محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير. لا، هو المقصود بيها آمل الثانية اللي هي ايه؟ شرق جيحون. جيحون ده ايه؟
نهر، الله ينور عليك. هي شرق جيحون. منها أحمد بن عبده الآملي هذا روى عن جميع تلامذة ابن المبارك اللي هم حبان بن موسى المروزي، ومنها عبدان وعلي بن الحسن كما سيأتي. يقول: وما كان فيه من قول ابن المبارك فهو ما حدثنا به أحمد بن عبده الآملي عن أصحاب ابن المبارك، ومنها ما روى أحمد بن عبده هذا. مفروض نشيل الواو دي، لأن أحمد بن عبده هو اللي بيروي عن أبي وهب ومحمد بن مزاح عن ابن المبارك. ومنها ما روى عن علي بن الحسن بن الشقيق عن عبد الله بن المبارك. ومنها ما روى عن عبدان عن سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك. عبدان بيروي عن ابن المبارك رأسا مباشرة، وبيروي عنه بواسطة سفيان بن عبد الملك. سفيان بن عبد الملك المروزي هذا كان قديما من تلامذة ابن المبارك القدماء. فأحيانا عبدان وفي غالب حاله بيروي عن ابن المبارك مباشرة. عبدان هو مين؟ عبدان ده لقب، عبدان المروزي ده ايه؟ لقب. اسمه عبد الله بن عثمان بن جبلة ابن أبي رواد العتكي مولاهم المروزي، ثقة. أول ما تجد عبدان عن عبد الله، أول ما تبص في الكتاب كده وتجد حدثنا عبدان عن عبد الله كده من غير ما يقول عبد الله ابن يزيد المقري أو عبد الله بن وهب أو عبد الله كذا، تقول على طول يبقى عبد الله بن المبارك. عبدان عن عبد الله يبقى عبد الله ابن المبارك. كذلك لما تجد أحد هؤلاء التلاميذ علي بن الحسن بن شقيق أو سفيان بن عبد الملك المروزي أو حبان بن موسى المروزي أو غيرهم عن عبد الله، يبقى ده عبد الله ابن المبارك. عبدان ده له شقيق يلقب شازان، واحد عبدان واحد شازان. شازان ده اسمه عبد العزيز بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد، ده أخوه اسمه عبد الله. طيب مش هنتوسع زيادة عن كده. يقول: وما كان فيه من قول الشافعي. الشافعي اسمه ايه يا اخوانا؟ اسم الشافعي ايه؟ الله ينور عليك، محمد ابن إدريس الشافعي. نعم. الشافعي ده كده يعني اسمه؟ لا، لأن أحد أجداده اسمه شافع، إنما هو يعني يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه في أحد مشايخ، في أحد جدوده، واخد بالك؟ فهو يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد جدوده. يقول: وما نقلته عن الشافعي فأكثره ما أخبرني به الحسن ابن محمد الزعفراني. الحسن بن محمد الزعفراني هذا هو راوية الشافعي، كان يقرأ على الشافعي والتلاميذ قاعدين، ومن التلاميذ دول الإمام أحمد، ومن التلاميذ دول ناس كبار جدا من أهل العلم. إنما الشافعي اختار محمد بن الحسن هذا، الحسن بن محمد الزعفراني هذا، لأنه كان جيد القراءة بالعربية رغم أنه لم يكن عربيا، كان متقنا للغة العربية، فقدمه في القراءة على الشافعي. وهو ينقل عن الشافعي المذهب القديم. الشافعي في بدايته ذهب إلى بغداد واختار أقوالا في الفقه. هذه الأقوال في المذهب القديم كان معظمها في بغداد، نقلها عنه الحسن ابن محمد الزعفراني. يقول: وما كان من الوضوء والصلاة حدثنا به الوليد المكي عن الشافعي، ومنه ما حدثنا به أبو إسماعيل الترمذي
حدثني يوسف بن يحيى القرشي البويطي. البويطي هذا حمل إلى كان يقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، فعذب من أجل هذا وطلب أن يدفن في قيوده حتى يذهب بها إلى الله عز وجل ويتظلم إليه من ظالمه. وراح بغداد تلاقي فيه مسجد في الواحات، يقول لك سيدنا البوطي، ومات في بغداد ولا مات يقول لك سيدنا البوطي. يروحوا هناك مازال ما في ناس تعتقد في مثل هذه الأمور. وكذلك وذكر منه أشياء عن الربيع المرادي أو الربيع الجيزي. هو هنا يقصد الربيع ابن سليمان المرادي. عن الشافعي وقد أجاز لنا الربيع ذلك وكتب به إلينا. ده كلام مين؟ الترمذي. وما كان فيه من قول أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وإسحاق بن راهوي رحم الله الجميع، وما أخبرنا به إسحاق بن منصور كوسج اللي هو تجد ان لحيته بتطلع هنا بس، لا عارضيه مفيش شعر يطلع له هنا بس، يسمى كوسجا. فيقول ما أخبرنا به إسحاق بن منصور الكوسج عن أحمد وإسحاق إلا ما في أبواب الحج والديات، فإني لم أسمعه من إسحاق بن منصور، وأخبرني به محمد بن موسى الأصم. وبعض كلام إسحاق بن إبراهيم اللي هو إسحاق بن راهوي أخبرنا به محمد بن أفلح عن إسحاق، وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف. وأما ما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ، وكتاب التاريخ للبخاري. الترمذي بيقول ما كان فيه من علل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ للإمام محمد بن إسماعيل البخاري. زمان في بداية الطلب كنا نظن أن تاريخ البخاري ده ممكن استغناء عنه بكتاب الجرح والتعديل لأبي، يعني اللي عنده كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ممكن يستغني عن تاريخ البخاري. فلما تقدم بنا العمر وطلعنا على أشياء لم نكن قبل طلعنا عليها، تبينا عبقرية هذا الإمام، عبقرية البخاري في تاريخه هذا. الصحيح أن هذا الكتاب من أعظم الكتب في العلل، علل الحديث، وهو يعتمد على أنه يكلم أناسا عندهم فهم، يعني يفهمون بالإشارة. البخاري كان يتكلم بالإشارة، يبدي إشارة بسيطة كده إذا فهمتها تعرف ما في علة هذا الحديث. إمام عظيم جدا، صلى الله أن يرحمه رحمة واسعة، ونحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. يقول وأكثر ذلك ما نظرت به محمد بن إسماعيل، كان يقعد يكلم مع شيخ البخاري يقول له ما رأيك في هذا الحديث، ثم يأخذ كلام البخاري ويضعه في علل هذه أو العلل الكبرى. ومنه ما نظرت به عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبا زرعة الرازي، وأكثر ذلك عن محمد البخاري، يعني أكثر ما في أقوال في العلل فهو نقله عن البخاري، وأقل شيء فيه عن عبد الله الدارمي يعني وأبي زرعة الرازي. ولم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى. إلى هنا انتهى كلام الترمذي.
وسيبدأ شرح ابن رجب الحنبلي بعد ذلك. بالنسبة لهذا الكتاب نكتفي اليوم إلى هذا الموضع. تعبتكم، ولكن عاوز اقول اشاره بسيطه كده ابين لكم ان هذا العلم الشريف له فوائد وبيحسم امور. في اللجنه التاسيسيه قامت خناقه بسبب هل نضرب العيال ولا ما نضربهمش. الذين قالوا بجواز الضرب اعتمدوا على حديث علموا صبيانكم الصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10. هذا الحديث منكر ولم يصح، إنما مشهور بين الناس كلها. الحديث باختصار شديد جدا روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن صبر بن معبد وأبي هريرة وأنس وأبي رافع رضي الله عنهم أجمعين. كل هذه الروايات منكرة خاطئة لم تصح ولا تصلح الشواهد ولا الاعتبارات حتى، إنما هذا الأثر وهذا القول من قول تابعي من أواصي التابعين يسمى مكحول الشامي. ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه أثرا عن مكحول الشامي. طبعا أنا قاعد أحقق لكم هذا الحديث، جمعت كل طرقه، والآخر قول مكحول قال يؤمر الصبي بها إذا بلغ 7 ويضرب عليها إذا بلغ 10. اجتهاد من عالم، ومفيش حد تعلم القرآن أو تعلم في صغره حفظ القرآن أو متون السنة إلا بالضرب. لابد. علماء الدنيا كلها، علماء الأمة لم يصيروا علماء في بداية حياتهم إلا بالترغيب والترهيب. ففي مرحلة، ولكن نقول أنه لا ينبغي أن يكون الضرب مبرحا، ضرب وحشي، ولكن يكون الضرب في حدود الإفهام والتعليم. يعني مثلا لو بنات بيتعلموا نضربهم، أقول له لا. ليه؟ لأن احنا التلميذ المدرس لما بيعمل كده على السبورة يفصل البنات بيكشوا ويخاف، خلاص تحقق الغرض. ولا هي لازم ان انت تعذب الخلق؟ واخد بالك؟ وبصفة عامة الأصل في المسلم أنه لا يضرب. فإذا أنت اخترقت هذا الأصل يبقى يكون للحاجة فقط. فده بالنسبة لهذا الحديث. وأنا أحاول أننا في كل محاضرة أننا أجيب لكم حديث مشهور ضعفه الأئمة وصحيح أنه يعني غير صحيح، والله المستعان. في حد عنده أي سؤال؟ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.